ناس كتير سألتني هو الصلصال الناشف اللي عندي ممكن ارجعه طري زي ما كان. طبعا ممكن. اول حاجة هنجيب طبق صغير كده واقطع كل الصلصال الناشف اللي عندي قطع صغيرة. ممكن اقطع كل لون لوحده في طبق وممكن اعمل ميكس الوان. انا هنا كان عندي قطعة من اللون الاخضر ناشفة فحطيتها مع الازرق عشان كنت عايزة يطلع لي لون جديد. احط بقى عليهم مية مغلية من الكاتل لحد ما كله يتغطى بالمية كده. مش هحط كتير قوي عشان المية الزيادة دي بتخليه سائل زيادة عن اللزوم. سبت الصلصال مع المية لمدة ربع ساعة وبعدين جيت كده ادمج واشوف كل الصلصال شرب المية ولا لسه. هو كده كله شرب المية. وهنقعد نعصر فيه كده بحيث ان احنا لو حطينا مية زيادة ننزلها عشان ميبقاش طري زيادة عن اللزوم. وبعد كده هقعد ادمج فيه بقى واخلط فيه كده لحد ما يرجع متماسك زي الاول. وكل ما نعجن فيه اكتر كل ما بيرجع زي الاول. انا بعجنه اهو عمال يلزق في ايدي لحد ما خلاص بقى متماسك وبقى كرة واحدة. هبتدي بقى انا اعمل شكل بيه كده عشان تشوفوا قوامه ان هو رجع زي الاول. جربوها وقولولي رأيكم في الكومنتات وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان كل محب الصلصال يوصل لهم الطريقة دي. سلام.